تأكد أنه إبراهيم دياز سيكون حامل لقميص منتخب المغرب الرابع عالميا. منتخب المغرب اللي قام بمونديال حقيقة على مستوى مونديال خيالي لفريق إفريقي لفريق عربي. إبراهيم دياز اللي تلقى دعوة أولية من منتخب المغرب، منتظر أنه يمثل المغرب في مباراة أنغولا وموريتانيا نهار 22 26 مارس في أكادير. اللاعب وافق على تمثيل المغرب بعد ما قدم الركراكي مشروع للاعب هذا. أعجب طبعا إبراهيم دياز بمشروع الركراكي، تم إرسال بري كونفوكاسيون الدعوة الأولية. لمسات الأخيرة بالنسبة لإبراهيم دياز الإجراءات الإدارية لتغيير الجنسية الرياضية. خالد صحيح امين، باش توريك لهنا قوة الكوميونيكاسيون، قوة المدرب نتاع المنتخب الجزائري، وخاصة قوة الفيدراسيون اللي عرفت كيفاش معناتها تفتك إبراهيم دياز من المنتخب الإسباني. دونك ظاهر معناتها عجبوا البروجي سبورتيف نتاع المنتخب المغربي، قيمة ثابتة باش يعطي البلوس سيور مع المنتخب المغربي. يقول لك فما ملاعبية كبار اختارت المنتخب المغربي، فما زياش، فما حكيمي، فما نسيري، فما عديد أمرابط. دونك يقول لك على خطى الاسماء اللي ذكرتها انت طبعا. دونك اي فوالا، دونك يقول لك انا مع المنتخب المغربي سكي يسير اني كل ايشيونس وكل ماتش اوفيسيال باش نمشي نلعب على غرار المنتخب الاسباني اللي فيه عديد من النجوم في الوسط. يقول لك نجم نلعب، نجم نقعد على البنك، دونك نقعد ديما كومبيتيتيف. ابراهيم دياز في العامين الاخرانيين مش كان توا في ريال مدريد حتى في ميلان. خالد الحقيقه تشوف انت في ريال مدريد حاسم، اللاعب يسجل يعطي الانرجي اللي يهبط بها، اهداف جميله، لاعب يساري، لاعب انيق، معناها في منتخب عربي اول مره يظهرني لاعب فاعل في ريال مدريد، ولو انه مش ديما اساسي معناها، لكن في عديد المباريات اساسي. وانشيلوتي من الاول ما كانش ممكن مقتنع باللاعب، ثم غير رايه لانه لاعب اقنع. اول مره في منتخب عربي وحتى منتخب افريقي لا عربي يكون لاعب فاعل في ريال مدريد. ريال مدريد بيان سور امين يا اخي، الخدمه تجيب يكون في منتخب امين يا اخي. ما كان زاد كان يلعب في الميلان، راهو كان نذكروا في نحن في الشامبيونات اللي هزتها الميلان كان ديسيزيف طبعا. وصول ميلان لنصف نهائي تشامبيونز ليج. دونك السنه كي رجعوه هو اكثر واحد حب باش يرجع هو بيريز، راه معناتها مش انشيلوتي. معناتها كي دخل لونتريمون عمل معاهم البريباراسيون وكل شيء، وكل ما يدخل كل درجين من الاول الريال عمره ما فرط فيه، كان ديما يسلف. اي فوالا معناتها هو الى كونفيرمي مين معناتها كي جاتو فرصته عرف كيفاش يستغلها، سجل اهداف ممتازه. كان ديسيزيف، عطى دي باس ديسيزيف معناتها باش فما 3 ولا 4 ماتشات اللي نتذكرهم انا توا اللي ربح فيهم الريال مدريد. دونك ان شوا سبورتيف هذا العباد اللي تعرف تخدم واللي معناتها تعرف تخمم، دونك يختار المغرب يعرف شو يعمل. محمد فما شكون يقول لك ممكن ابراهيم دياز ما لقى روحه، ممكن ما ينجمش يفرض نفسه في اسبانيا يختار المغرب، لكن حسب ما نشوف انا توا ابراهيم دياز نجم يلعب في منتخب في العالم، لكن اختار انا اول حاجه شفت جاتني كل يعني كل حيره شويه اللي هو اختار كالصدمه نقولوا نحن، اللي هو اختار المغرب على اسبانيا. علاش صدمه؟ شنو الصدمه؟ علاش؟ لانه انا نقول لك تو الرغبه الاولى اللي كانت عند ابراهيم دياز انا نظن اللي الرغبه كانت اسبانيا، لكن كما قلت هذا تظن انت، لكن احنا توا عندك علاش في الاشهر القليله الماضيه الكل، حتى كان معنا ناطق رسمي باسم الجامعه الملكيه المغربيه السيد محمد مقروف نوجه له التحيه، وكانت الانفورماسيون نتاع والتاكيدات انه ابراهيم دياز يرغب في في تمثيل المغرب جات من هنا. وقت اسمعني انا شنو نحب نقول، اول حاجه المغرب عمل ريزولتا خير من اسبانيا في المونديال. نزيد نذكرك شو مدخل المغرب في اسبانيا؟ تاريخ اسبانيا اقوى من المغرب الكل كرويا يا اخي. تو نحكوا حقيقه، نحكوا باكي كامل. المغرب ربح انا اسبانيا اللي محمد. اي شنو المغرب ربح اسبانيا وعمل ريزولتا خير في المونديال. هي تقعد هذيك يصرف بها الواحد، مش يصرف بها بالعكس يبني عليها. اسبانيا اي حد تسال واحد اي حد ما تفرج في كوره يقول لك اسبانيا والمغرب اسبانيا اقوى من المغرب. متفاهمين تاريخ. خلينا نكمل انا فكرتي. قلت لك انا جاتني كصدمه. علاش؟ لانه اول حاجه قلت انت
اللي هو خمم في اسبانيا قبل، استنى اسبانيا وخمم في اسبانيا واستناها واستنى الدعوه من اسبانيا. علاش؟ لانك انت قلت المردود المتواصل اللي في الميلان وفي الانتر وكذا وفي ايطاليا في الميلان في الميلان والمردود الغزير اللي عمله هو كان متوقع باش ينتظر كان دعوه للمنتخب. كي ما خاش الدعوه يقول لك انا ما لقاش في اسبانيا عيطوا له ويحبوا عليه. انا ما نظنش كان يحبوا عليه. لا يحبوا عليه، انا نقول لك كان لا يحبوا عليه. خليني نكمل فرق اللي يخمم فيه يخمم من الاول يخمم من الاول. انا نحط في بالي اللي هذا عندي موهبه، عندي جوار ينفعني في المنتخب نتاعي. كي هو ما خممش فيه التوجه نتاعو ولا توجه للمغرب، يقول لك انا في المغرب نلقى بلاصتي في المغرب. كما قال الغربي الكوميونيكاسيون وطريقه الاستقطاب يمكن كانت بتليق مشروع الركراكي، تليق مشروع محمد، ثم مشروع تليق بامكانياته وتليق بسمعته وتليق بكذا. شاف يمكن الترحاب الكبير واللهوه من الفريق المغربي. وديما الحاجات هذه راهي تفرق ما بين الملاعبي، لانه الملاعبي راهو بشر يعرف شكون يحبه وشكون مش عندوش الرغبه، وين ينجم يتاقلم وين ينجم يمشي لبعيد. ابري تو هو يلعب في ريال مدريد، يعني في اقوى جمعيه في العالم. يقول لك انا الشهره اللي انت تجري عليها الناس في ليكيب ناسيونال انا عندي ناخذها في ريال مدريد اللي هي عندي بالنسبه لي انا اقوى صيتها من ليكيب ناسيونال تاع اسبانيا. نسيري نواصلوا مع الليغا ومع اللاعبين المغاربه. نسيري واصل تالق دوبلي ضد سوسيداد 13 هدف في الليغا. انت كمهاجم مغروم قلت لي انت بالملاعبي هذا ويعجبك، وديجا حكينا على انه اللاعب على رادار ميلان وانه لاعب قادر انه ينتقل الى فريق اخر، بما انه في نهايه عقده تقريبا مازالوا عام بركه مع سيفي، ينتهي عقده في جوان 2025. شوف انا نشوف امين نشوف نصيري كيما الباركور نتاع دروغبا، فما تدرج. التدرج هذا يخليه يترشق، يخليه يعدي الباليه. ما عادش جوار عادي، ما عادش جوار اللي مش ماخذ الاهتمام بصفه كبيره. انا نشوف اللي هو كي يمشي الجمعيه ما اكبر، نشوف اللي الامكانيات نتاعو مش تكون اكبر، ومش نقولوا نحن مش يترشق، ومش يكون مردوده خير ويلقى. شوف ديما راهو الاعلام والهاله الاعلاميه وتسليط الاضواء ديما راهي تخلي الجوار ديما ينتج، ديما مركز، ديما في نسق تصاعد. كلمه صغيره على نسيري، راه سي با فاسيل في الشامبيون نتاع اسبانيا باش تماركي 13 بونت. دونك والاهداف اللي سجلهم نهار السبت، سجل هدف الاول راهو نتاع واحد صناعي نتاع مهاجم معناتها يعرف كيفاش يسجل. أنا قلت لك قاعد كما قال محمد قاعد يبروغريس من ماتش لماتش، معناتها مش قاعد معناتها كلي ظاهر قاعد يخدم الطفل وقاعد يحب يمشي للبعيد. دونك انا نشوفه عامي جاي باش يمشي لفريق كبير، فريق اكبر من سيدي. ديما راهو زاد كي تشوف الجوارات اللي يلعبوا معاك، كي تبدا زاد جوده اللاعبين يبدو معاك، راهو تتاقلم مع الريتم. راهو كل ما يطلع الريتم يعني الامكانيات نتاعك تكبر. انا نشوف اللي نصيري قاعد يمشي قاعد ينجم يمشي لبعيد بالامكانيات اللي عنده. سورتو عنده اهم ميزتين اللي هما نجم تتوفر في افون سونتر كلاسيك. اول حاجه هو ستاسيون يضرب بالراس رابيد، يعني ما شاء الله التير موجود، يعرف البروفوندور، يعرف يطلب. شبهته بدروغبا. انت شبهته بدروغبا